أعطي الكلمة لفضيلة الدكتور سيدي داود الهكيوي أيضا ليحدثنا عن هذا الرجل وعن سفره الذي أضحى الآن في عداد الموسوعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدي الرئيس. الحمد لله رب العباد، خلق النوى والعربية خلق، والصلاة والسلام على أحمد بن عبد الله خير من لسانه ببهاء الضاد تفتق. سلام تقدير مني لكم ووداد من صميم جناني أزهر واتسق. أما بعد، الدكتور المحترم عبد الهادي بصير مدير مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة مراكش آسفي، الإخوة الساهرون على البرنامج الثقافي الإطار سلسلة رحيق كتاب، لا سيما منهم الدكتور الودود مولاي أحمد حديدة، فضيلة الأكاديمي المبرز ورجل الإدارة المميز العلامة الدكتور حسن جلال، أستاذي الكريم الدكتور علي المتقي، أساتذتي الفضلاء السيد أحمد متفكر والشاعر الكبير إسماعيل زويرير، الأفاضل في المركب الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف بمراكش، السادة رفاق المحطة الرحيقية السابعة السعداء، الأساتذة الأعزاء والطلبة والتلاميذ الأوداء، معشر الحضور الفضلاء، سلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركات. ربعتي ضمن رحيق هذا اليوم الندي البهي ذات صوة تقول: الجامعة اليوسفية المراكشية عنقاء التربية المغربية. مقدمة: الجامعة اليوسفية بمراكش للدكتور حسن جلاب بأجزائه الثلاثة التي بلغت 33 و100 وألف صفحة من القطع المتوسط، كتاب جاء في عمومه مشملا لتاريخ المغرب، راصدا أغلب مراحله والمحطات بإحاطة غير مسهبة واقتضاب غير مخل، مع الاستناد على المصادر الوازنة والمراجع المجدية، فهو تاريخ سياسي وعلمي وتربوي، زيادة على كون جزئه الثالث تاريخا للأدب العربي بالمغرب الأقصى إبان النصف الأول من القرن الميلادي العشرين غير منازع. جامعة بن يوسف المرابطية. قصر عميد بن يوسف السابق محمد بن عثمان المراكشي كتابه الجامعة اليوسفية بمراكش في 900 سنة على حدث إحداث الجامعة اليوسفية وتأثيرها ذي البسطة إبان حكم الملثمين وإشهار ألمع رجالاتها وما كان يلقن بها من دروس ومخطوطات. وعليه يكون المصنف قد عرض فصلا مستنيرا عن المعلمة المرابطية خلال زمن السلطة البانية لها دولة صنهاجة الطوارق. يقول المصنف حفظه الله: وهذا التأليف هو تكملة لتاريخ هذه الجامعة، جامعة بن يوسف الموحدية. يقول الدكتور حسن جلاب: كان للفترة الموحدية خصوصيات لم تكن لغيرها، إذ أن المسؤولين عن التعليم لم يكتفوا بالتركيز على ما يدرس بالجامعة من مواد وموضوعات تقليدية تنصب على اللغة والدين كما قال ليفي بروفانسال، وإنما اهتموا كذلك بمجالات بديلة أخرى. لهذا أسسوا المدارس لتعويض ما لا يمكن تدريسه بالجامعة التقليدية. انتهى الاقتباس.
فقد كان تفسير الكتاب العزيز يعلم بتفاسير شتى، لا سيما الذي للطبري. أما الحديث النبوي فالأثير لديهم صحيح مسلم وموطأ مالك، بينما في السيرة يؤثرون التي لابن إسحاق بتهذيب ابن هشام، وفي الفقه كانوا يتتلمذون على النصوص اللواتي انتجبهن شهاب الموحدين بن تومرة في الطهارة، والمتون التي أمر يعقوب المنصور بانتقائهن في الصلاة. وفي التصوف قرروا الإيمان للقصر والإحياء للغزالي. ويعتبر شرح أبي عمرو الغافقي على قصيدة الحصري من أهم كتب القراءات وقت ذاك، في حين ركزوا في النحو واللغة والأدب على كتاب سيبويه ومقامات الحريري، بينما اهتموا في الحساب بكتاب لب اللباب في مسائل الحساب لابن فرحون القيسي. وقمين بالإشارة أن المواد المعقولة مثل الطب والمنطق لا يسمح بتعاطيهن إلا بعد الحسم مع المنقول قرآنا وتفسيرا وحديثا وفقها. وكان الطلبة يتحلقون حول شيخهم الذي يستند بدوره إلى إحدى أسطوانات الجامع مستقبلا القبلة ومتناولا متنا من المتون يستهدفه بشروح مختلفة. وكان لطلاب العلم الحرية في طرح الأسئلة في الغالب الأعم، بل وفي اصطفاء من يأخذون عنهم العلم، متأثرين في ذلك بالعدوة الأندلسية التي كان لاستدعاء علمائها للتدريس بمراكش تأثير بين في مناهج التدريس والطرائق. جامعة ابن يوسف المارينية كان عهد، يقول الدكتور حسن جلاب، كان عهد المارينيين بمراكش مرحلة انحطاط حضاري وتقلص عمراني وديموغرافي كبيرين. وقد زار ابن بطوطة المدينة سنة 51 و700 للهجرة، الموافق ل50 و300 وألف للميلاد، وقال عندما شاهدها من أعلى صومعة الكتبية بأن معظمها خراب. وعندما بدأت الساكنة تخلي عاصمة بني عبد المؤمن الموحدين المنذورة للإهمال وإغارات القبائل البدوية، يقول الدكتور حسن جلاب، هاجر العلم كذلك إلى أغماة واستقبلته الزاوية الهزميرية التي أصبحت مركزا علميا مهما، كما أن جبال سكساوة وهسكورة عرفت حركة علمية شجعتها السلطة المحلية. ومن بين العلماء الذين كانت علقتهم بمراكش المارينية وجامعتها اليوسفية ناتئة ومؤثرة، نذكر بن البناء المراكشي ومحمدا بن عبد المالك المراكشي ومحمدا بن سليمان الجزولي وعبد الرحمن الهزميري ومحمدا بن إبراهيم العبدري الآبي. تتمثل شروط ولوج الدراسة بالجامعة اليوسفية على عهد بني مريم في تلقي قواعد الخط في الكتاتيب القرآنية مع بداية تحقق الفهم والإدراك والقدرة على الحفظ، إضافة إلى تعلم الآداب الإسلامية ومزاولة الشعائر الدينية. ناهيكم باستحضار بعض المتون الأولية ثم الانتقال بعدها إلى المساجد لتلقي القراءات والفقه والنحو والتوحيد. تنشطر مقررات الجامعة اليوسفية المارينية إلى 3 طرز: الدراسات الشرعية الأساس من تفسير الطبري،
وتجويد وقراءات ورسم الشاطبية، وعلوم حديث صحيح مسلم، وفقه وأصوله تهذيب البرادع ومستصفى الغزالي، والسيرة النبوية بن إسحاق، وعلم كلام العقيدة السلالجية، وتصوف الإحياء. أما الدراسات اللغوية فيندرج ضمنها النحو، المقدمة الجزولية، واللغة كامل المبرد، والبلاغة تلخيص القزويني، والعروض الخزرجية، والأدب حماسة أبي ثمان. بينما يتلقون على صعيد المواد التكميلية علوم العدد والرياضيات ملخص ابن البناء، والطب بن سينا وابن زهر، والمنطقة متن الأبهري المسمى إيساغوجي، والفلك منهاج الطالب في تعديل الكواكب لابن البناء. تبدأ الدراسة فجرا وتنتهي مغربا، وتدرج دروس الوعظ العامة بين العشاءين، ويتأسس الدرس على القراءة من مؤلف من قبل سارد تتلوه تعقيبات الأستاذ عليه بالشروحات المختلفة، وهو متربع على كرسيه أو مسند متنه إلى ساريته. يتدرج الدرس حثيثا من السهل إلى الحزن، وتعتبره استفسارات وتعليقات وإضافات. فإذا جاءت حصة الختم لكتاب في المنقول جعل ذلك حفلا علميا وتتويجا للدروس السابقات تحضره علية القوم والعامة. تنحصر أيام توقيف الدراسة في جامعة ابن يوسف المارينية في عطلة نهاية الأسبوع، الخميس وصبيحة الجمعة، والعطلة الحولية المسماة سمايم وقدرها 40 يوما، وشهر الصيام الأبرك، والعاشر من محرم، ويوم العنصرة، ويوم عيد الفطر، وأسبوع عيد النحر، ويوم ذكرى المولد النبوي. وتعطى العلوم الهامشية والثانوية خلال توقيف الدراسة من مثل الموسيقى والقريض وأوليات الحساب. جامعة بني يوسف الوطاسية. فترة بني وطاس بالمغرب مرحلة انتقالية اتسمت بالعراق على الحكم، وتكال بالغزاة الأجانب على البلاد، وفتنة البدو الرحل، وقارعة التغريبة الأندلسية. فأضحت النتيجة تراجع العلم والتربية بمراكش وبجامعتها اليوسفية الوطاسية. تأقلم جامع ابن يوسف المراكشي مع الوضع السياسي والاجتماعي، حيث أقدمت علوم وأحجمت أخرى، فلمع فقه النوازل والقراءات والرسم القرآني والتصوف والخطابة الجهادية. يقول الدكتور حسن جلال: وقد تمكن الصوفية مراكش من سد هذا الفراغ بما نظموه من مجالس علمية صوفية ومناظرات لها علاقة بالتربية والمشيخة، وأبرزها مناظرة بين عبد الله الغزواني وبعض منافسيه على خلافة شيخهم التباع. انتهى الاقتباس. لم يتغير شيء عن العهد الماريني بخصوص مؤهلات الانخراط، غير أن الأعداد، يقول الدكتور حسن جلال، غير أن الأعداد التي عرفتها الجامعة اليوسفية في العصر الوطاسي لم تكن كبيرة بسبب انعدام الأمن وصعود كثير من السكان إلى الجبال، وكذا ما خلفته الأمراض والأوبئة الفتاكة وانحباس المطر الكبير والغلاء التي عرفها العصر في الربع الأول من القرن العاشر من خسائر بشرية جسيمة.
ولم تتغير مسلكيات التدريس اليوسفية الوطاسية كذلك عن التي كانت في عصر المارينيين. يقول الدكتور: فالنشاط العلمي كمي أكثر ما هو كيفي، فمجهودات الفقهاء منصبة على الجمع والحصر والتعليق والشرح والتفسير والتقييد على الهوامش والاختصار واختصار المختصر. وقد أخذت كتب التصوف نصيبا كبيرا من العناية والاهتمام في هذا العصر، وخاصة في الدروس التي كانت تلقى في الزوايا وتقوم على جانب علمي ذوقي. وظل البرنامج اليوسفي للتوقف عن الدراسة عصيا عن التبدل أو التطوير، مثل ما هو الشأن في جامعة القرويين بفاس. وكانت الإجازة الحولية الصيفية مناسبة لطلاب الآفاق والأقاليم للأوبة شطر مساقط رؤوسهم بغية مزاولة الزراعة. وكانت كذلك سانحة يهتبلها طلاب الحضر للانضواء في سلك التجارة، وهي بمثابة استراحة محارب للفريقين بنية الأهبة للموسم الجامعي اليوسفي القابل ولمتطلباته والمصروفات. الجامعة اليوسفية السعدية. باستقرار الأوضاع واتخاذ السعديين مراكش عاصمة لدولتهم، هب إليها العلماء من كل حدب وصوب، وآب الفارون من الشواهق يلتمسون الأمن والتنمية والإعمار. وربما بدأت منذ هذا الوقت، أي مراوحة العاصمة المغربية بين فاس ومراكش، منافسة تطفو مرة وتغوص أخرى بين المدينتين العلميتين والعاصمتين الإمبراطوريتين الوازنتين. لا ننسى كذلك أن وطننا قد اختزل مرارا ومطولا في الحاضرتين، إذ اشتق الاسم القديم للمغرب من مراكش، بل نعت بلدنا وإلى غاية بداية القرن الميلادي وإلى غاية بداية القرن الماضي بالمملكة المراكشية. والمغرب عشرين دقيقة شريف عطيتني 20 دقيقة. بل نعت بلدنا وإلى غاية بداية القرن الماضي بالمملكة المراكشية، والمغرب في اللسان التركي إلى يومنا هذا هو فاس. وعلى ذكر المنافسة المراكشية الفاسية، فإني إن أنسى لا أنسى برنامج ذاكرة المدن الذي كان يقدمه الأستاذ عبد الحفيظ الرفاعي رحمه الله على القناة الأولى المغربية أواخر الثمانينيات ومستهل أعوام التسعين من القرن الميلادي الدابر. كانت الحلقة الأولى منه لمدينة فاس مكرسة، بينما اطلعت الحلقات المواليات بعرض ذاكرة مدينة مراكش بمشاركة لافتة ناتئة ساعتها من الباحثين الفاضلين السيد حسن جلاب والسيد أحمد متفكر. بعدها تم والعود أحمد إلى فاس مجددا لاستئناف سرود الماضي المجيد، قبل التوجه إلى توثيق ذاكرات مدن مغربيات أخريات. والنثر أيضا سادتي يا كرام على منوال القريض لمح تكفي كنايته، وهذه نكتة فاسية أنتم الأجدرون بتأويل سرها المطلسم يا فتيان وردة بين النخيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.